ثم ما زال إمامنا الجزري لما تكلم على الضاد والظاء، ننتقل إلى البيت 61، يذكر لنا كلمات أيضا إذا تلاقى فيها حرفان لابد من بيان الأول والآخر. فبعد أن ذكر الضاد والظاء انتقل إلى كلمة واضطر. واضطر هنا التقى في النطق الله يسلمكم ضاد بعدها طاء، واضطر. كثيرا ما نسمع من إخواننا فمن اضطر غير باغ ولا، فمن اضطر، ماذا يقول من لم يتدرب على هذه الكلمة؟ يقول فمن اضطر، فينطق طاء مشددة، والعرب لا تفعل هذا، يعني يدغم الضاد في الطاء، والضاد لا تدغم في الطاء، لا بد من بيان الضاد وبيان الطاء. جاءت هذه الكلمة ومشتقاتها في 8 مواضع في القرآن العظيم، أولها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 26 بعد 100: ثم أضطره إلى، ثم أضطره، ولا يقول أضطره. أرجو أن تلاحظوا الفرق، إن قلنا أضطره أكون قد نطقت طاء مشددة، وهذا خطأ، لابد من أنطق ضادا ثم بعد ذلك أنتقل إلى الطاء فأقول ثم أضطره. اسمعوني جيدا، همزة مفتوحة بعدها ضاد، ثم بعد أن أنهي صوت الضاد أنطق طاء فأقول أضطره، ولا أقول أبدا أضطره. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة ثانية، وهي كلمة سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين في سورة الشعراء الآية 36 بعد 100. أوعظت، أيضا هنا لابد من بيان صوت الظاء من صوت التاء. أوعظت، سواء علينا أوعظت أم لم، أوعظت أم لم، فلا بد من أن نبين صوت الظاء من صوت التاء. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة جديدة اجتمع فيها ضاد مع تاء، وهذه أيضا يكثر فيها الخطأ، وهي كلمة أفضتم. جاءت في موضعين في سورة البقرة الآية 98 بعد 100، وفي سورة النور الآية 14. نسمع كثيرا من إخواننا يقولون فإذا أفضتم من عرفات. أفضتم، هل سمعتموني جيدا أيها الإخوة؟ هذا نطق خاطئ. أفضتم صار النطق كأنه طاء مشددة، وليس الأمر كذلك. لابد من أن ننطق ضادا يتلو، ضادا مفخمة مستطيلة يتلوها تاء مرققة مستفلة، هكذا. فإذا أفضتم كذلك الأمر في سورة النور: لمسكم فيما أفضتم، فصوت الضاد شيء وصوت التاء بعدها شيء آخر. ثم قال رحمه الله في الشطرة الثانية من البيت 61: وصف ها جباههم عليهم. صفي فعل أمر من التصفية، صفي أنت، يعني صفى يصفي وأنت صفي، يعني انطقه صافيا، هذا معنى قوله صفي. ها أصلها هاء مهموزة وبعدها همزة مفتوحة لأنها مفعول به، صفي والفاعل أنت، هاء جباههم، هو هل سمعتم الهاءين؟ هم جباههم. ولا نقول مثلا فتكوى بها جباههم، اسمعوني هكذا، جباههم، وكأن الأصوات ضاعت وكأن الهاءات صارتا همزات مسهلات، جباههم. لا يصح هذا أبدا، بل لابد لنا من بيان صوت الهاء الأولى من صوت الهاء الثانية، وأن ننطق الهاء صافية ليست مشوبة بصوت آخر حلقي، هكذا. فتكوى بها جباههم،
ببيان صوت الهاء. كذلك الأمر في الكلمة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله، وهي كلمة عليهم. هذه نسمعها كثيرا من إخواننا المبتدئين لما يقرؤون الفاتحة. يقول بعض الطلاب: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اسمعوني هكذا: عليهم عليهم، وكأن الياء بعدها همزة مسهلة أو صوت حلقي، يعني غير واضح، صوت عائم هكذا. لا يصح هذا أيها الإخوة، لا بد من بيان صوت الهاء جليا واضحا هكذا: عليهم، من غير تكلف. عليهم. جاءت كلمة عليهم في 214 موضعا في القرآن العظيم، أولها سورة الفاتحة الآية 7: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عليهم. فنبين صوت الهاء من غير تكلف ومن غير تضييع له. بهذا نكون أيها الإخوة قد انتهينا من باب الضاد والظاء.